الو الو. ايوه صابر. ايوه حبيبي، عامل ايه؟ ايوه يا صابر اتفضل. دلوقتي يا ده محبه وصحتك، انت راجل مؤمن حقيقي معتمد من السما تصلي اليومين دول بالذات قبل يوم السبت، علشان الدستور بتاعهم ابو ربع جنيه ده لو هقول واحد هيبقى شقه كمون ما يرضاش ياخده. واخد بالك؟ عايزين يديروا بيه بلد فيها 90 مليون، بلد العالم يشهد بثورتنا دي كده اهي، وموتنا واتعدلنا واتعكنا ومستعدين نموت ومش موته في حمايه الوطن، عشان الوطن في خطر صحي بالفعل. الناس دي ما بتفهمش وما تسمعش راي الاخر، والناس دي بص هيكفر العيال في بطن امه. تمام يا صابر. الناس كلها طلبت. اي حد بعد اذنك هنصلي، اي حد مؤمن حقيقي مباشر قناه الطريق يسمعنا هيتصل قلبه يرفع ربنا لاجل البلد دي، يتعب معانا، يتطوع، يصلي بامانه وسكين ان الهنا يقدر يشيل كل اللي ما اتشال. شال حسني مبارك ما يشيلش الاخوان، شال حسني اللي هم يعرفوا مين حسني، ثلاثنا شالت حسني وقدامنا شال حسني ومستعدين نشيله اي حد. امين. يقدر اللي قوم لعازر يقدر. هو كفيل، هو يقدر، هو مسؤول، هو ما عادش لينا بس هو هيتأنى، بس هيديه في الوقت اللازم، وهيديه يخلص المشكله دي كلها اللي العالم في انهيار وفي كله في انفلات وفي ضياع وحماس وغزه كل ده ربنا لا يسمح بالبهدله دي. امين يا صابر، امين يا حبيبي الغالي، ربنا يباركك. تماما ان الهك قدير وانت مؤمن تصدق الكلام ده ايماننا وعقيدتنا ان احنا ايماننا يطمنا ان هم هيشيلهم. امين يا صابر. وانت في التحرير ولا في الاتحاديه؟ انت فين؟ نعم حبيبي. انت بتروح التحرير ولا الاتحاديه؟ انا من الاثنين، ساعه ما كلمتك قلت في التحرير كنا رايحين بمسيره على الاتحاديه، بس كنت ساعتها وصلت الاتحاديه. طيب يا حبيبي، شكرا يا صابر، ربنا يخليك لينا يا رب. واسمعني، اي حد في الاستفتاء من دون اي حد مسيحي يعتدي عليه يتعطل عليه، عارف القناه يتصل تامرني نروح له في اي حته في اي محافظه في مصر، في اي شبر يا صابر ده المسلمين انا لا دلقني العنف اللي من طرف واحد، اما احنا دلوقتي ما عندناش اي كره لحد. صابر اليومين دول يا صابر المسلمين بيحبوك اكتر من المسيحيين صدقني. انا عارف ومؤمن ومتواصلين معايا كلهم، علشان دي ناس شرفاء، ناس محترمه، ناس يعني لا صفوة الحجازي ولا البلتاجي ولا العريان ولا اي واحد هيفكك الصف تاني، خلاص انتهى الموضوع ده. لا بص، اصلا صفوة حجازي ده كان يسرق العلاج مننا من التحرير ويطلع بره يبيعه من جامع عمر مكرم، والبلتاجي ده اصلا محامي. لا تاني صفوة حجازي كان ماله عشان الراجل اللي على النت يسجل الصوت دوت يسجل لنا الشهاده دي، بتقول كان بيسرق ايه؟ كان بيسرق العلاج من جامع عمر مكرم، عشان انت تعرف كان العلاج في جامع عمر مكرم وكنيسه جفر الدباره العلاج لا ليها حجم ولا ليه مساحه، ومن جميع الادويه اللي كانت معموله للزوار هو استغل العلاج سرقه. صفوة حجازي وعارف نفسه كويس. يعني صفوة حجازي كان بياخد صفوة حجازي نزل من فوق، ده بني ادم. اسمعني انا بس عايز افسر للناس انه المستشفيات الميدانيه كان بيجي لها ادويه كتيره، كان صفوة حجازي يلم الادويه دي وياخدها. ادويه من اللي هو عمره ما شافه، كانت بتيجي دكاتره متطوعه من الدكاتره اللي ما لمسها غير امانه ربنا ويمين ربنا بالفعل، كانت دايما تطوع علينا عشان كان حالنا حال المرض، فكانت حتى ربنا كرمنا بالدكاتره المحترمه ولد الناس. اما ده راجل فاسد والبلتاجه وكله وغير الى اخره، والناس دي ربنا مسؤول بيها، يحصل خطتها ويفشكلها لهم ويوجع افكارهم السوداء، خلي البلد تشم نفسها وترتاح وتستقر. يعني صفوة حجازي كان بياخد الادويه بتاعه المستشفى الميداني وكان بياخدها يبيعها، يعني بالنسبه له موضوع الثوره دوت موضوع لقمه عيش يعني. هو هيمثل العقل بتاع ثوره ولا هو مش ثوره. شكرا يا صابر، شكرا جدا على مكالمتك، بشكر حضرتك. واعزائنا المشاهدين اديكم شفتوا بنفسكم الناس اللي كانت جوه المستشفيات الميدانيه بتشهد بايه عن صفوة